بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى هنعمل غدا كده، يعني غدا دسم شوية. هنعمل رز بالشعرية، وهنعمل صينية بطاطس، وهنعمل الملوخية بالطشة كده الجميلة. بس النهاردة هيبقى تركيزنا كله على صينية البطاطس. صينية البطاطس دي أنا بعتبرها اسمها بطاطس الكسلانة، اللي هي بقى إيه، سهلة. لو أي واحدة كسلانة إنها تعملها هتقوم تعملها على طول. هجيب معايا كيلو بطاطس وطماطمتين وبصلاية كبيرة، وفلفل أخضر حامي وفلفل أخضر بارد حسب الرغبة، وفص توم. وبعدين هقشر البطاطس. طبعا البطاطس دي كلنا بنحبها، يعني اللي بيحبها صينية بطاطس، اللي بيحبها مسلوقة، اللي بيحبها محمرة. بس ديت طريقة البطاطس اللي انا هعملها هتبقى سهلة على اي حد مش بيعرف يعمل اكل، لسه في بداية التعليم. تعليم الاكل هتبقى سهلة بالنسبة له. هنعمل ايه بقى؟ اول حاجة، زي ما انا قلت لكم، هنقشر البطاطس، وهنجيب صينية كبيرة. هنجيب بقى صينية كبيرة نحط فيها البطاطس. اول حاجة نعمل طماطم مبشورة، بتبقى سهلة. يعني لو محدش مثلا عايز لسه يطلع الخلاط ويضربها في الخلاط، فانا عشان كده بقول لكم اسمها بطاطس الكسلان. هنبشر الطماطم ونقطع البصل حلقات، والفلفل زي ما قلت لكم حسب الرغبة، عايزين تحطوه فلفل حامي او فلفل رومي حسب الرغبة. وبحط معاها مكعب مرق، برضك بيديها طعم. وزي ما احنا شايفين قطعت البطاطس، قطعتها حلقات، وما بقطعهاش حلقات رفيعة عشان ما تتهريش، يعني حلقات متوسطة. واغسلها كويس جدا علشان خاطر ايه، بعد كده اروح حطاها في الصينية. وبعد كده بروح بقى حاطه ايه كل المكونات اللي انا قلت عليها: البصل الحلقات، آه الطماطم اللي انا بشرها، وفص الثوم انا مش بحطه مدقوق، بحطه سليم، يعني ممكن اقطعه نصين علشان بس يا دوب يديني الريحه. لاني الثوم كتره لو حد معدته تعباه او كده هيتعب المعده، فبديله بس الريحه. ده بالنسبه للثوم. وزي ما انا قلت لكم، انا بحط مكعب مرق مع البطاطس. المكعب ده زي ما قلت لكم ممكن نجيبه مكعب خضروات، بيبقى حلو وبيدي طعم حلو للأكل. وبحط عليها فلفل اسود بسيط، وبقلبها كويس جدا. كل المكونات بقلبها مع بعض، يعني هي ما بتاخدش معايا وقت خالص، لانها كل المكونات موجودة في البيت وسهلة، وكله بيتحط على بعضه. يعني البطاطس على البصل على الطماطم، مش مثلا بسبك الطماطم ولا بسبك ولا بقلي البصل، لا، بخليها كلها تعتبر ني في ني. ودي بتبقى سهلة وبسيطة، واي حد لسه في بداية تعليمه للاكل هيبقى سهل يعملها. وبنزل عليها بشوربة او بمية سخنة، يعني المتوفر عندي، ومش بكتر بردك الشوربة علشان خاطر ما تبقاش ايه معجنة. وبعدين بحط عليها معلقة زيت كبيرة، وعايزة ازود معلقة سمنة احط عليها معلقة سمنة. بعد كده باخد بقى صينية البطاطس ديت، بحطها على البوتاجاز شوية، يا دوب مثلا تغلي 10 دقايق او ربع ساعة على نار هادية. وبعد كده بروح مدخلاها الفرن، وشها يحمر. انا قدمت ايه بقى معاها؟ قدمت معاها ملوخية بالطشة. طبعا الملوخية لازم نحط لها طشة الثوم، بتبقى جميلة. وعملت معاها طاجن لحمة، ومعاها رز بالشعرية. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه. ويا رب كده تكون وصفاتي سهلة، واللي عايز وصفة اكل يبعتلي في الكومنتات.